السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب القلب، كيفكم؟ ربي يسعد لي إياكم يا رب ويبارك فيكم، وكل عام وانتم بألف خير. طبعا نحن على نهايات الشهر الفضيل، ورجعت مرة ثانية لعند الطيور. إن شاء الله بتمنى لكم بهذا الفيديو مشاهدة ممتعة، وأتمنى دعمكم لهذا المقطع باللايك واشتركوا وفعلوا زر الجرس إذا أول مرة بتشوفوا فيديوهاتنا. قناتنا مختصة بالنشر عن الطيور بشكل عام، وتحديدا على الحمام الشامي. فبسم الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعة الخير، أول شي بدي أوريكم عليه فرخ الماوردي اللي طالع عنا جديد. تبارك الرحمن ما شاء الله، الله يبارك لنا فيه. طبعا بالإضافة شوفوا تبارك الرحمن، هون عندنا فرخ إنتاج مسويد تمام ما شاء الله. وهون عندنا بعد فرخين، هون فرخين بسم الله بقلب هي، وفرخ فوق، وهون بيض وفراخ. تبارك الرحمن. نحن مثل ما انتم شايفين يا جماعة الخير، اغلب الانتاج اللي عندنا واغلب الطيور اللي عندنا مسويد شامية، عجميات، بلق، ريحانيات، ماورديات بعد الحمد لله رب العالمين. هلا عندنا ماورديات عم نطور في الانتاج تبعهم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الفرخ ان شاء الله من يكبر راح نوريكم عليه اكثر واكثر. وفرخ البياض اللي بتتذكروه وريتكم عليه هذيك المره كان صغير، شايفينه ما شاء الله هلا حاليا بلش يفك ويبين مزبوط. الله يبارك لنا فيه يا جماعه الخير. ولا طبعا بنخلي الطيور تطلع، بس بدي احاول ادخل الدجاج على البيت. طبعا يا جماعه الخير نحن اليوم في 29 رمضان. طبعا هاي اول وحده دخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة الخير شوفوا هاي الطيرة تبارك الرحمن، هاي طيرة ماوردية ان شاء الله راح نحطها مثل ما حكيت لكم على ابوها فيما بعد، ابوها اللي هو بالعش. وهون عندنا زوج بسم الله الرحمن الرحيم عجمية، زوج هوامير وزوج ريحانيات. شوفوا ما شاء الله الريحاني. طبعا بنحاول نشيل البيض من هون لانه ازواج ما شاء الله مستوياتها حلوة، وبنحضن تحت هدول الازواج. بنشوف الزوج اللي مثلا ما عم يطلع لنا فراخ حلوة، وبنحضن تحتهم عشان نحصل على افضل انتاج وافضل اشكال. الحمد لله رب العالمين. طبعا يا جماعة الخير حتى صار عندنا انتاج ريحانيات سود. هل انتم شفتوا يعني شيء مثلا ريحانيات سود؟ طبعا شوفوا الوجه، للناس اللي مربيه ريحانيات بيعرفوا انه هذا ريحاني وجه، ولكن كثوب ثوب غريب. طبعا هاي الام، هاي الام والفحل اسود، فعم يطلعوا وجوه ريحانيات ما انتم شايفين هون، بس الثوب اسود. بالاضافه انهم عم يطلعوا خلهم يطلعوا ووريكم على الانتاج اللي عم يطلعوا. شوفوا ما شاء الله حتى الدجاج ما شاء الله في بيض. خلينا نشيل البيض من عند الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تبارك الرحمن. بسم الله. بسم الله تبارك الرحمن. قبل ما يطلعوا طبعا هاي بيضتين وبيضتين ما شاء الله كبار، يعني عندنا دجاجتين فبيطلعوا بيض. بسم الله. خليهم هون عشان ننزلهم معنا. بس طبعا بدأوا يطلعوا. حوريكم على الريحاني الأزرق، وجهه وجه رياحين، بس بسم الله الرحمن الرحيم. وجهه وجه رياحين، بس ثوبه ثوب أزرق حرق نفس الزواجل. هلا إن شاء الله بيطلع بوريكم عليه واعطونا رأيكم. يطلعوا بسم الله الرحمن الرحيم ووريكم عليهم برا. طبعا ما بعرف ليش الكاميرا عم تسوي فوكس، يكون في اشياء على الكاميرا. لا بسم الله. شو في شيء بالسما تقريبا.
طبعا يا جماعة الخير لسه ما طلع. وينه بسم الله بسم الله. هذاك هو، شوفوا هذا هو الأزرق اللي نزل على الأرض. يعني حتى وجهه رايح لأبوه شوية، بس هذا من أم ريحانية. شوفوا هذا الأسود، هذا وجهه رايح لريحانيات أكثر. تمام. إيش تنصحونا بهالتركيبة هي؟ هل نحول واحد من الفحول اللي يكون وجهه ريحاني نحوله على أمه بحيث يطلعونا يشكلونا رواحين، ولا شو تشوفوا؟ اعطونا رأيكم في التعليقات. طبعا يا جماعة الخير هاي أمه بسم الله الرحمن الرحيم. الريحانية الزرقاء اللي كانت قبل شوي برا هون على فحل أسود. والله ما بعرف أي واحد هلا حاليا وينه، مختفي بصراحة. شوفوا بيطيروا ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن. هذا العجمي، هذا الهومر عفوا. طبعا يا جماعة الخير أتمنى تفاعلكم على هذا المقطع البسيط القصير. إن شاء الله مستمرين أكيد معكم نحو الأفضل، فيديوهات أحلى وأحلى. دعمكم لنا لسه واصلين. إن شاء الله راح نشوف العطور، نعرف إيش وضعها إيش تفاصيلها، ونعطيكم من خلال الفيديوهات القادمة.